بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القلقاس بطريقة سهلة قوي والنتيجة هايلة معاكي ومن غير حلل كتير. هي في حلة واحدة هتعملي القلقاس والتقلية كمان بتاعته حلوة قوي، والطعم في الاخر ده حلو جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا من المحتوى اللي بقدمه لكم. هقول لكم ازاي كمان تشتروا القلقاس وازاي ما يطلع معاكم من النوع الحلو اللي بيستوي. يلا بينا حالا نشوف الفيديو، ولو استفدتوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندي انا مسخنه الزيت وهبدا بقى انزل بتوم مفروم وعليه كزبره وسلق انا مخزناهم. هنا كزبره وسلق انا مخزناهم علشان خاطر القلقاس لما اجي اشتغل بيه الاقيه على طول موجود. وعندي هنا توم، وطبعا انا برضو في توم وكزبره وسلق تانيين شايلاهم علشان هحطهم عليه وهما نيين كده. لما بقى ياخدوا لون كده يعني يطلع ريحتهم ويحمروا هرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما احمرت بالشكل ده زي ما احنا شايفينها كده اهي، بصوا هنبدأ كده نشيل منها جزء علشان نحطه فوق الطبق ويبقى التزيين كده شكله حلو. ودي اسهل طريقة على فكرة، بدل ما نعمل في حاجة بره وبعد ما نطبخ دي بيبقى طعمها طري حلو جدا. هشيل شوية كده في طبق، وبعدين هنزل بالشوربة. ايه؟ شوربة فراخ او شوربة لحمة. ممكن طبعا تزودي المية. هسيبها تغلي، والاول هحط هنا مرقاية تغلي معاها، واول ما تغلي هكون مجهزة بقى القلقاس. انا مجهزة القلقاس مقطعاه بالشكل دوت. دلوقتي بعد ما بدأت تغلي كده هنزل بالقلقاس. لازم القلقاس تكوني شارياه تكون قلقاسية واحدة، تكون بتميل للدائرية للكروية اكتر من ان هي طويلة، وتكون فيها بروز ياما علشان خاطر تكون نوعها بيستوي بسرعة. دلوقتي بقى هنزل عليها بقية الثوم مفروم وبقية السلق والكزبرة. وهسيبهم بقى يغلوا كده مع بعضيهم على نار هادية، وهسيبها فترة طويلة علشان خاطر لازم اتأكد ان هي استوت. وبعد كده هقدمها واحط التقلية اللي انا شلتها احطها فوق الطبق كده للتقديم، يبقى شكلها حلو جدا. بس لازم تكوني مزودة المية عليها علشان خاطر تستوي براحتها. يعني انا هزود المية دي كمان شوية واحطها على نار هادية واغطيها واسيبها بقى عشان تستوي براحتها، تاخد وقتها. دلوقتي بقى انا طفيت عليها لما لقيتها استوت. بصوا جربتها لقيت بتدوب في البق. طبعا ملحها حلو جدا وطريقه حلوه جدا جدا. وبعدين بقى هنقدمها في الطبق وهوريكم هنعمله فيها ايه عشان يبقى شكلها حلو وجميله جدا. وهي دلوقتي بعد ما حطيناها في طبق عايزه اقول لكم حلو جدا جدا. بصوا بعد ما خلصته وقدمت الطبق حطيت التقليه اللي انا كنت شايلاها حطيتها فوق الوش كده. هقدم الطبق كده بيبقى حلو جدا جدا. طبعا الملح بتاعه مظبوط لان انا حاطه مرقه وحاطه شوربه، والشوربه عليها ملح. وما تزوديش الملح غير في الاخر لو لقيتيه بعد ما يستوي محتاج ملح وحطي له شويه ملح، لان الملح بيأخر السوا. وتسويه على نار هاديه علشان خاطر لو ما بيبقى على نار عاليه بتلاقي الميه اللي حواليه بتنشف وهو لسه ناشف. على نار زودي الميه شويه وحطي وولعي على نار هاديه وسيبيه وغطيه وسيبيه بقى مع نفسه ياخد ويدي كده. كل شويه تبصي عشان لو لقيتيه استوى تطفي عايز شويه ميه تزوديله
والملح في الاخر خالص اتاكدي منه وشوفي عايز ملح ولا لا. بس النتيجة تحفة جدا والطعم حلو قوي قوي، وحتى ريحتها طالعة جميلة جدا. لو اولادك ما بيحبوش القلقاس الطريقة دي حلوة جدا في القلقاس، هيبقى طعمه حلو وهيعجبهم ان شاء الله. يا رب يعجبكم الفيديو تستفادوا منه. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.